يلا يا جماعه اتفضلوا. اهلا 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 يا دكتوره. حالة مستقرة الحمد لله. تقدري حضرتك تتفضلي دلوقتي، انا هبقى اطمنك اول باول ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. مين دي يا ماهر؟ دي واحده دكتوره عندنا في الجامعه، قرأت الخبر في الجورنال. والله ايه في ايه يا رانيا مالك؟ لما هي دكتورة عندنا في الجامعة ما عرفتهاش علينا ليه؟ يعني انت شايفاه ده وقت تعارف؟ أنا أصلي بشبه عليها. عوني كان وراني مرة صورة شكلها. عوني؟ على فكرة يا ماهر، هو ما كانش موجود ساعة الخناقة خالص وملوش دعوة بالموضوع ده. هو مين ده؟ عوني. وانت شفتيه فين عشان يقول لك الحكايه دي؟ هو كلمني في التليفون وحكى لي على كل حاجة. كلمك؟ أيوة من السجن، ما هم قابضين عليه. تفتكري ده وقت مناسب عشان نتكلم فيه في الحكايه دي؟ استني لما نطمن على اخوك الاول. ما هو كان بيكلمني عشان كده. كمان؟ وأنا طمنته وقلت له إن الحالة مستقرة والحمد لله. كتر خير والله. بس هو يعني بيقول ان انت ممكن تقول للنيابه ان هو ملوش دعوه بالموضوع ده خالص وتخرجه منه. ازيك دلوقتي يا حبيبي؟ الحمد لله يا بابا، انا بقيت كويس جدا. ما ترهقش نفسك بالكلام. الدكتور قال لي ان انا نجيت بمعجزه. الحمد لله. قبضوا عليهم ولا لا يا ماهر؟ قبضوا عليهم وبيحققوا معاهم في النيابه كمان. والمحامي بتاعنا معاهم هناك. مش هنسيبهم لغايه لما ياخدوا جزاءهم. بس انت استريح يا حبيبي. يا اول مره من زمان اوي اشوفكم مع بعض. هتشوفنا كتير قوي مع بعض بعد كده. ان شاء الله. بابا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ مش وقته دلوقتي. مش عايزك ترهق نفسك بالكلام. ما تخافش يا بابا، عمر الشاي باقي. قولي بقى، انت سافرت ليه وسبتنا فجأة كده؟ مفيش يا حبيبي. انا بس كنت عايز اقعد مع نفسي شويه. انا كنت حاسس ان حضرتك زعلان من ماهر، لكن الحقيقة يا بابا ماهر كان شايل حمله وحضرتك مسافر. البركه فيك يا عمر. حضرتك شفت المصنع بعد التعديلات اللي دخلها عمر عليه؟ انت دبرته وخططته وانا نفذته وبس يا بص. كفايه كده. انا هشوف الدكتور. انا عايزك ترتاح وما تفكرش في اي حاجه. ماهر، لازم تساوي الموقف اللي بينك وبين بابا. اكيد في سوء تفاهم حصل. اتفضل يا دكتور. خير يا عم عمر، احنا مش قلنا بلاش حكايات؟ حاسس بايه دلوقتي؟ تعبان تعبان قوي يا دكتور. لا ما تقلقش، خلينا يا سيدي كده نشوف في ايه.
مفيش حاجه تخوف. المفروض انه ما يجهدش نفسه خالص. انا اديت له مهدئ وهينام له الصبح. وانتوا كمان تقدروا تروحوا يا دكتور أحمد. شكرا. متشكر يا ماهر. على ايه يا بابا؟ على انك اتصرفت لما جت مدام شاهد. كانت هتعمل مشكله. ايه؟ شكلك عايز تقول حاجه. حضرتك ممكن تزعل مني. لا مش هزعل. قول. ماما ما تستاهلش من حضرتك كده. عارف. انت عارف ان شاهين ده كانت مبلغه البوليس عن ابراهيم زيدان ومجموعته، وانهم كانوا مراقبين الموقف من بعيد. وحضرتك عارف ليه؟ كانت خايفه عليك طبعا. الموضوع مش بس كده. امال ايه؟ انا ما انكرش انها كانت خايفه عليا وحذرتني قبل كده، لكن ايه؟ لو عندك حاجه قولها. هي كانت بتشتغل معاهم قبل كده عارف. وحاولت تجر حضرتك قبل مني عشان تشتغل معاهم. هي قالت لي الكلام ده امتى؟ ليله الحادثه بتاعتك انت وعمر. يعني ارتبطت بحضرتك بالجواز من غير ما تصارحك بالحقيقه؟ لا يعني هي كانت هتصارحني. كانت يعني ايه؟ جرى يا ولد، انت هتحقق معايا ولا ايه؟ لا ما اقصدش، بس اقصد اقول ان الست اللي قضت طول عمرها في خدمتك وخدمه اولادك ما تستاهلش منك انك تتجوز عليها واحده. كلمه زياده في الموضوع ده مش هسمح لك، انت فاهم؟ خير يا احمد، انت ليه قافل تليفونك على طول؟ عشان مع العيله طول الوقت. عمر ازيك؟ كويس الحمد لله. امال مالك؟ ابدا. هو مجي المستشفى عمل لك مشكله؟ ولا يهمك. انا اسفه يا احمد، كنت هتجنن وانت قافل تليفونك، بس ماهر اتصرف كويس، عجبني قوي تصرفه. ما تجيبيليش سيره الولد ده. ماهر؟ ايوه. انتوا شديتوا مع بعض؟ يشد معايا ده ايه؟ ده حته عيل. لا يا احمد، ماهر مش عيل، ماهر راجل وعنده حق في كل كلمه قالها. انت مش عارفه قال ايه. مهما كان اللي قاله انا مقدراه ومقدره مشاعره. واحده جايه تهد حياه اسره. انت بتقولي ايه؟ بص يا احمد، انا كنت قلقانه جدا، كنت هتجنن لما عرفت اللي حصل لعمر ومن تحت راسي. من تحت راسك ازاي؟ ارجوك يا احمد ما تقاطعنيش. انا لما جيت المستشفى عشان اطمن على عمر وعليك حسيت اني مجرمه في حق العيله دي. انت عايزه تقولي ايه بالظبط؟ مش عارفه، احساسي الاولاني بيطاردني دلوقتي. احساس ايه؟ علاقتنا ملهاش مستقبل. انت ليه بتقولي كده؟ فكر يا احمد، فكر فيها. مكانك مش هنا، مكانك هناك في وسط عيلتك. طب ممكن نأجل الكلام في الموضوع دلوقتي وتوضبي لي لقمه اكلها؟ انا ما اكلتش من امبارح. عقبال ما اغير هدومي تكون انت وضبتي لي العشاء.
بقالي سنين طويله ما حسيتش بالاحساس اللي انا حاسه دلوقتي. حاسس ان انا تلميذ صغير قلبه بيرفرف وهو محبوس جوه قفص. انا ما صدقت لقيتك. تفتكري بعد ما الاقيكي ممكن افرط فيكي؟ لو ضيعتك مني عمري ما هسامح نفسي. عشان كده عمري ما هسمح لك انك تضيعي مني. انت متجوز يا احمد وعندك عيله واولاد. احنا هنتجوز على سنة الله ورسوله. ان شاء الله ربنا يقدرني وعدل بينكم. من زمان وانا خايفه من اللحظه دي وعامله حسابها. ارجع لبيتك يا احمد. انت بتقولي ايه؟ ارجع لبيتك وولادك. بيتك اولى بيك في ليله زي دي. قلتلك مش هيجي، هيروح لها. يروح لمين يا ماما؟ انت هتسمعي كلام رانيا برضو؟ وبعدين ماهر قال ان الست اللي جت دي دكتوره في الجامعه. ماهر بيقول كده بس عشان يداري على ابوه. يا ماما يا ماما حرام عليكي تظلمي الراجل. امال هيكون راح فين؟ ما انا اتصلت بالمستشفى قالوا لي مش موجود. يمكن يكون اخد اوضه وقعد فيها عشان يكون جنب عمر. ماهر حاول معاه امبارح مرضيش. ما تدافعيش عنه انت كمان. ايه رايك بقى؟ مش عرفك ان هو مش يمكن يكون ماهر؟ يا خبر بفلوس بعد ثواني يبقى ببلاش. الله، انتوا لسه صاحيين لغايه دلوقتي؟ خير يا احمد. خير. الدكتور ادى عمر مهدئ هيناموا لغايه بكره الصبح. انما انتوا صاحيين لغايه دلوقتي ليه؟ انت مش عندك شغل بكره الصبح بدري يا ناس؟ عندي طبعا، بس اعمل ايه؟ اصل ماما كانت قلقانه على حضرتك قوي. يلا تصبحوا على خير بقى. تصبحي على خير. وانت من اهله حبيبتي. تصبحي على خير. انت من اهله. شفت عمر؟ شفته. اعمل ايه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. اعمل لك لقمه تاكلها؟ لا متشكر، انا اكلت لقمه صغيره. طيب قوم ارتاح. انت تعبت قوي الكام يوم اللي فاتوا دول، وانت لسه صحتك على قدك. عايز تقول حاجه يا احمد؟ لا ابدا. طب قوم.
ايه يا بنتي، انت مش هتنامي بقى؟ لا، انت بتعملي ايه عندك؟ بشتغل على الرواية. ايه ده يا ريم؟ احنا مش قلنا نسيب الرواية دي للأجازة؟ يا بنتي أنا بنظم المادة بس برتبها يعني. برضو ده يتساب للأجازة. ما تنسيش ان حضرتك في شهادة، وانك غايبة من المدرسة لمدة شهر من غير مذاكرة. يا عبير أنا يكفيني شهر بس قبل الامتحانات أقعد أذاكر فيه. غلط يا ريم، والله العظيم غلط. وبعدين لو سقطتي في الثانوية العامة هيبقى شكلك وحش قوي. إن شاء الله مش هسقط. يبقى مش هتجيبي مجموع يدخلك الجامعة. ما تخافيش عليا يا عبير، أنا منشنة على آداب، إن شاء الله بإذن الله هجيب المجموع بتاعها. ما تشيليش هم انتي بس، وروحي نامي يا بيرو واطفي النور. أنا هشتغل على الأباجورة الصغيرة دي بس على قد الكمبيوتر. عمري ما شفت بنت دماغها ناشفة زيك. إلا قوليلي يا ريم، هو بابا قالك في مذكراته دي إنه متجوز واحدة تانية غير ماما؟ ليه بقى السؤال اللي ملوش لازمة ده؟ أختك رانيا بتقول إنه متجوز. ومتجوز مين؟ مين؟ الست اللي جت تزور عمر في المستشفى. عبير أحسن تنامي بدل الهلوسة بتاعتك انتي ورانيا أختك دي. يعني هو ما قالكيش إنه متجوز؟ لا ما قاليش. ولا بيحب؟ من ناحية الحب يا عبير فبابا ياما حب. بابا بيحب من هو عنده 10 سنين، بس كل قصص الحب بتاعته دي كانت بتفشل. ايه ده؟ هو قالك كده؟ طبعا يا بنتي، وكل الكلام ده متسجل عندي هنا. نفسي اقرا المذكرات دي اما تطلع الرواية ان شاء الله. اللي ما تعرفيوش يا عبير عن بابا انه رومانسي ورقيق جدا. بابا؟ ايوه، انا لما قربت منه عرفت قد ايه احنا ما كناش فاهمينه. طب امال ايه الست اللي جت زارت عمر في المستشفى دي؟ شاهندة. اسمها شاهندة؟ اه. شاهندة اسمها حلو والله. فيكي من يكتم السر. في بير. هي دي الوحيدة اللي جت زارته واحنا مسافرين. بجد؟ ايوه، جت اطمنت عليه ورجعت على طول. يعني بيحبها؟ حب رومانسي قوي يا عبير، وهي كمان بتحبه. لو ماما عرفت الحكاية دي هتتعب جدا. ما هي مش لازم تعرف، ولازم قصة الحب دي تفشل قبل ما اخبارها توصل لماما. تفشل؟ ايوه، قصص الحب بتاعت ابوك يا عبير كانت دايما بتفشل، والحكاية دي لازم تحصلهم. انا عندي فكرة. قولي بسرعة. ناخد عنوانها انا وانتي ونروح لها من غير ما نقول لحد. وبعدين نقول لها تبعد عن بابا وتسيبه لمراته وولاده. ايه العبط ده يا بنتي؟ انت متأثرة بالافلام العربي القديمة ولا ايه؟ لا، احنا نشوف السبب اللي خلاه يقرب من الست دي. تفتكري ايه؟ من خبرتي عن بابا اقدر اقولك يا عبير ان هو قرب لها لما حس ان احنا بعاد عنه، وبالذات ماما. تصدقي يا ريم ان ده ممكن؟ احنا درسنا حاجة زي كده في علم النفس. عشان كده احنا لازم نقرب منه قوي وما نديلوش فرصة يفكر فيها خالص. الو. عوني. قول صباح الخير. الساعة دلوقتي 2 بعد نص الليل. لولو يا حبيبتي، التكشيفات مالت ناس كتير وانا ما اعرفهمش. قبضوا على ناس كتير عشان خاطر قضية اخوكي، وفيهم ناس كبار. من فضلك عشان خاطري ارجوك، انا عايز اشوفك بكره ضروري. انت تيجي بس وتسالي على الشاويش نصحي وهو هيوصلك ليا. ما تنسيش هاتيلي معاكي خرطوشة سجاير وفلوس. ادي معاكي فلوس يا لولو. تصبح على خير يا حبيبتي. لا اله الا الله محمد رسول الله.
ارجع لبيتك وولادك، ارجع لبيتك. يعني ارتبطت بحضرتك بالجواز من غير ما تصرحك بالحقيقة، من غير ما تصرحك بالحقيقة، من غير ما تصرحك بالحقيقة. الست اللي قضت طول عمرها في خدمتك وخدمة أولادك ما تستاهلش منك إنك تتجوز عليها واحدة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صباح الخير يا أحمد. صباح الفل. أنا اتصلت بالدكتور وطمني على عمر، بقى كويس الحمد لله. الحمد لله. ماهر اتصل من شوية بيسأل عليك، بيقول إن أنت كنت تعبان امبارح بالليل. أحمد خلي بالك من نفسك، عمر بقى كويس وهيتنقل من العناية لأوضة عادية النهاردة. كويس أوي. عشان خاطر يا أحمد وعشان خاطر الولاد خلي بالك من نفسك، ده احنا ملناش غيرك. البنات صحيوا؟ من بدري يا سي بابا. ازيكم يا ولاد؟ حضرتك اللي كسلان وصاحي متأخر. يلا بقى عشان نلحق نروح شغلنا. طيب انزلوا انتوا لغاية لما أنا أجهز. على فكرة يا عم الدكتور، عايزة إيه يا بنتي يا مشاكسة أنت؟ أنا من النهاردة مش هروح المدرسة بتاعتي بالبسكليت. أخيرا اقتنعت إنك تركبي العربية؟ لا بس مش أي عربية هي اللي هتوصلنا. يعني إيه مش فاهم؟ عربيتك يا سيد بابا المبجل هي اللي هتوصلنا، وحضرتك اللي هتسوقها شخصيا. ده ايه التطورات دي؟ ها ما قلتليش بقى ايه رأيك؟ ما اظنش يا ريم ان بابا هيكسفنا، انا ممكن اوصلها. كويس قوي يا ايناس، عشان انا مش عايزه بابا يسوق. ليه يا بس؟ انا خايف عليك من السواقه يا احمد. ما تخافيش يا ماما، ما انا هبقى معاه وهقعد جنبه وهخلي بالي منه. لا ده انتوا هتطلعوها في دماغي بقى. الله، ما صابر موجود تحت، هو اللي يسوق وبابا يقعد معاكم. طب ايه رأيك بقى؟ والله ما حد هيوصله من النهارده غيري. صباح الفل يا دكتور. اديني مفتاح العربية يا صابر. نعم. افتكر كلامي واضح. بقول لك اديني مفتاح العربية يا صابر. عربيتي ايه يا باشا؟ العربية دي. وامشي من غير مفتاح؟ يرضيك يا باشا بعد العمر ده كله امشي من غير مفتاح؟ بقول لك ايه، اديني مفتاح العربية. هو عهدة. قصدي اقول لحضرتك يا باشا يعني عايز المفتاح ليه؟ انا اللي هسوق العربية النهارده. عيب يا باشا اقعد ورا وحضرتك تسوق. وبعدين بقى اعمل فيه ايه ده؟ يا عم صابر، انت تروح تجيب التريننج سوت بتاعك والكوتشي وتيجي تجري ورانا. هات المفتاح، هات المفتاح. يلا يا دكتور. على اذنك. واجري وراكوا ليه؟ اجري وراكوا ليه طيب؟ رياضة يا عم صابر، مش ملاحظ انك تخنت شوية؟ هخس وعاد الله هخس. مع السلامة يا غالية، مع السلامة. صابر اركب مع خليل وحصل الدكتور على الشركه. ها حاضر يا ست الكل، بس عايز اسال حضرتك سؤال يعني. اسال يا صابر. هو الدكتور شاف له شوفه؟ شاف له شوفه ازاي يعني؟ يعني شاف شوفي غيري؟ لا يا صابر، الدكتور ما يقدرش يستغنى عنك، هو بس مبسوط شويه النهارده وعايز يوصل البنات. اركب انت مع خليل وامشي وراه
انا خايفه عليه من السواقه. ها حاضر الكل. هسوق برضه انا مش في العربيه. يلا يا صابر. افتح باب العربيه اللي ورا يا خليل. مع السلامه. انا بقى يا مامي همشي. مع السلامه حبيبتي، على مهلك. ها لا اله الا الله. ده الباشمهندس ماهر هنا اهو. بابا صباح الخير يا بابا. صاحي بدري يعني، مش عوايدك. لا ما انا خلاص انا غيرت كل عاداتي القديمه كلها؟ طبعا. يمكن حضرتك ترضى عني. واضح ان حضرتك لسه زعلان مني. يا بابا انا اسف، انا ما كانش قصدي اضايقك. خلاص يا ماهر، احنا انتهينا من الحكايه دي، نتكلم في موضوع تاني. طيب حضرتك تحب تشوف المكن الجديد؟ شفته قبل كده. على فكره انا اتصلت بالبيت النهارده الصبح وماما قالت لي انك سقت بالبنات ووصلتهم. ودي فين؟ فكرتني بزمان لما كنت بتوصلنا مدارسنا بالعربيه القديمه، فاكرها حضرتك؟ العربيه اللي كانت بطاريتها دايما نايمه دي وكنت لازم ازقها كل يوم الصبح انا وعمر. فاكر حضرتك؟ انت عايز توصل ليه بالظبط يا ماهر؟ انا كنت عايز اقعد مع حضرتك شويه ونتكلم. ما احنا قاعدين اهو، اتكلم. لا بره الشغل ممكن؟ عندك حاجه لام كلثوم؟ اه طبعا. تحب حضرتك تسمع ايه؟ اي حاجه ليها. لسه فاكر؟ هايل. تحب حضرتك تقعد فين يا بابا؟ اطلع على طول، هوري لك مكان بقعد فيه بس رايح فيه جدا. اهلا يا دكتور احمد، شرفتنا. من زمان قوي مشناش حضرتك. ازيك انت يا ابراهيم؟ الحمد لله. في حد جاي تاني؟ لا احنا الاثنين بس. جيب لي القهوه اللي انا متعود اشربها وشوف الباشمهندس ياخد ايه. هات لي قهوه مظبوط. من عينيا. واضح ان حضرتك زبون هنا. يعني المكان ده اصله هادي ومريح. قول لي بقى، كنت عايز تكلمني في ايه؟ حاجات كتير بس مش عارف ابدا منين. ما تبتدي موضوع شاهين. يا بابا انا اسف ان انا فتحت الموضوع ده امبارح. انا مش ممكن انتقد تصرف حضرتك خدته ومقتنع بيه. هو من ناحيه انه موضوع شائك فهو موضوع شائك فعلا، بس بقى من ناحيه ان انا مقتنع بيه في الحقيقه مش عارف. ايا كان الموقف اللي حضرتك هتاخده احنا موافقين عليه. ايوه امر تاني يا دكتور. شكرا يا ابراهيم. لما انت بقى مش عايز تتكلم في موضوع شاهين ده، امال عايز تتكلم في ايه؟ انا عندي سؤال محيرني طول ما حضرتك غايب عنا. اسال. حضرتك سبتنا فجأة ومشيت ليه؟ يا بابا لو حضرتك مش عايز تجاوب براحتك. كنت حاسس اني مخنوق وعايز اقعد مع نفسي شويه. طب وحكايه البورصه؟ هو صبحي قال لك؟ ايوه. انا كنت حاسس ان البورصه هتطلع تاني وكنت متاكد من كده. كنت متاكد ان في ناس بتلعب في البورصه وعايزه تنزل السعر عشان تشتري بعد كده. في اسبوع واحد سعر الوقيه نزل من 40 دولار ل 5 دولار. جالي صبحي مرعوب وقال لي ان الجامعه ممكن تتباع. ضغطي عالي
دخلت المستشفى. وما عرضش على حضرتك فلوس من ابراهيم زيدان ومجموعته؟ صبحي كان مرعوب. مرعوب بس؟ يعني ايه؟ استاذ صبحي بيشتغل معاهم يا بابا. وفي الحقيقه شاهندة قالت لي كده، بس انا ما صدقتش. لا صدق. المهم حضرتك دخلت المستشفى وربنا ستر، وقبل ما تخرج بيوم واحد اختفيت. انا كنت متاكد ان سعر الفضه هيطلع تاني، وما كنتش عايز استعين بابراهيم زيدان. طب وزعلت مني ليه وشخطت فيا في التليفون؟ انا سافرت من هنا وانا زعلان منك. ليه يا بابا؟ كانت فكرتي عنك انك انت ولد لاعبي ومستهتر في عز الازمه بتاعت البورصه والمشاكل اللي بتصادفني يوم ورا يوم، وانت قاعد بتكلمني على مركز رياضي. المركز الاولمبي. مركز رياضي، مركز اولمبي. طلع عليك عفريت اسمه المركز الاولمبي، دوشني بيه كل يوم، ودول 5 مليون بس يا بابا. انا عندي كل المشاكل دي، وابني الكبير مش حاسس باي حاجه. اي بس انا ما عنديش اي فكره عن الظروف والمشاكل اللي حضرتك مريت بيها دي يا بابا. ده اللي استقر في ذهني ساعتها، انك انت ولد لاعب، كل اللي بتفكر فيه انك انت تلعب كوره وبس. يا بابا انا ما قلتش خالص ان انا عايز العب كوره. هو ده اللي فكرت فيه في ساعتها، وده اللي جاب لي اكتئاب وخلاني مش قادر ابص في وشك. ياه، للدرجه دي؟ انا اسف جدا يا بابا، بس لو حضرتك كنت لمحت لي كان ممكن اتصرف تصرف تاني خالص. طب اسمع يا ماهر، انا هحكي لك حكايه صغيره كده وعايزك تفسرها لي. لو سألك قول له التركة هتتقسم بالعدل وبالميزان. انت بتقول يا ماهر؟ اللي سمعته، لو فتحك في الموضوع ده تقول له كده. المصنع باسمك، الجامعة باسمي هي والمدارس، والفندق باسم ايناس. اما باقي المشروعات التانية بقى فهي لسه محتاجة تقييم. لما سمعت الكلام ده الدنيا اسودت في وشي. معقوله يا ماهر؟ معقوله تقسم املاكي وانا لسه عايش؟ انت بتضحك؟ عشان كده حضرتك مشيت؟ طبعا، وفي اكتر من كده؟ طب حضرتك كنت تسألني. اسالك في ايه؟ ما انا سمعت كل حاجه بوداني. يا بابا حضرتك لو سألتني ما كنتش هتحتاج تبعد ولا تسافر. ليه بقى ان شاء الله؟ لاني قلت الكلام ده لعمر عشان يرد بيه على عوني جوز رانيا. لو تفتكر حضرتك عوني كان مطرود من المصنع ايامها. يعني ايه مطرود؟ دول خدوا فلوسهم واكتر كمان. ايوه بس هو ما خدش حاجه، ابوه خد الفلوس وسابه، لا طال مصنع ولا فلوس. المهم وحضرتك في عز الازمه بدا يزن على رانيا. اخواتك هيلهفوا كل حاجه، هتطلعي من المولد بلا حمص انت واخواتك البنات، وبدا يشحنها وبشكل سفيه، والبنت مسكينه مش قادره تقف قصاده. يا ولد غريب جدا، ورانيا كمان. احنا لازم نطلقها منه. الموضوع مش بسيط يا بابا، في بينهم اولاد والواد مسيطر عليها. المهم انه وصلني بزنه ده اني طردته من المستشفى في نفس اليوم اللي حضرتك سمعت فيه الحوار ده اللي بيني وبين عمر. انا قلت لعمر يقول له كده لو فتحوا في الموضوع ده تاني. يعني ايه؟ يعني كانت تمثيليه اتفقنا عليها انا وعمر عشان نخليه يتلهي عنا لغايه لما حضرتك تخرج لنا من المستشفى بالسلامه. ما هي الحكايه كده. ايوه حضرتك ظلمتنا انا وعمر. لا، في الحقيقه ظلمتك انت لوحدك، لاني اعتقدت انك انت الراس المدبر. للدرجه دي يا بابا حضرتك مش فاهمني؟ انت بتقول فيها. انا فعلا لما بعدت واسترجعت حياتي اكتشفت ان انا ما اعرفش حد فيها، ورب ضارة نافعة. اسمع بقى بقول لك، انا عازمك على غدا. بيعملوا هنا حته طاجن حمام بالفريك ما حصلش. ايه رايك؟ مش صعب على حضرتك الاكل ده؟ صعب ده ايه؟ انت هتعمل لي زي البنت المهووسه ريم دي؟ لا 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 طبعا مش صعب عليا ولا حاجه. يا ابراهيم، ابراهيم، حلو عليك قوي الطاجن ده. بجد يا احمد؟ انا ما كنتش متخيل انه هيبقى حلو كده. البركه في ذوقك. طب وما ده؟
غمضي عينك بس من غير ما يقرب. غمضي كويس. ما تفتحيش عينك لغايه لما اقول لك. مغمضه. فتحي عينك بقى. الله، حلو قوي يا احمد. بس ليه كده؟ ليه؟ احنا مش اتفقنا بلاش هدايا؟ انت مغرقني بهداياك. في الحقيقه انا لما شفته في الفيترين عند جواهرجي ما قدرتش امسك نفسي. يا سلام، وايه اللي وداك عند الجواهر دي؟ مش عارف. انا فوقت لقيت نفسي هناك. ارجوك يا احمد، مش عايزه احس اني عيب عليك. اوعي تقولي كلام من ده. انت عمرك ما هتبقي معايا. بجد يا احمد؟ بجد بقى. بس انا خايفه يا احمد. خايفه من ايه؟ مش عارفه، حاسه اني في حلم وخايفه اصحى منه. طول ما انا جنبك اوعي تخافي. مهما حصل. مهما حصل. بس في حاجه عايزه اقولها لك. طيب تقوليها لي في السكه عشان احنا هنتاخر. يلا بينا. انا ماليش دعوه باللي كان حصلت دي يا لولو. انا مش عاوز اتاخد في الرجلين. انا ما حضرتش الخناقه دي خالص، خلعت قبل ما تبدا. طب قولي الكلام ده في النيابه يا عم. قلته وهقوله، والمحامي بتاعي قاله. لكن اللي هيخرجني من الموضوع ده كلام اخوكي ماهر وعمر لما ياخدوا اقوالهم في النيابه. ما انت عارف موقف ماهر وعمر منك. انت ما اديتنيش فرصه ادافع عنك يا عم. لولو الموضوع داخل في الجنة. ابوس ايديكي ورجليكي. انا عرفت ان هم هياخدوا اقوال ماهر في النيابه. انت عاوز اقول لهم ايه بالظبط؟ يقول لهم ان انا ماليش دعوه بالناس دي. ازاي بس يا عوني؟ ما انت بتشتغل معاهم. كنت عاوز اشتغل معاهم لكن ما حصلش. ويوم الخناقه انا ما اشتركتش فيها، واخوك ده عارف الكلام ده كويس. حاضر يا عم، هقول له. هو اخوك عمر لما يسالوه انا ماليش دعوه بالموضوع ده. انا مش عايز رجلي تيجي فيه، انا مش قد ابراهيم وقراضيشه. يلا يا اخي نكفى كده. حاضر بالصوت، حاضر قلنا عشان خاطر يا لولو. اللي عايزه ماهر وعمر وابوكي انا هعمله. تبت والله تبت. ولو خرجت من الموضوع هعمل كل اللي انتوا عايزينه يا لولو عشان خاطر يا حبيبتي.